بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قامت صحيفة فرنسية بنشر هذه الصورة مشبهة ما حدث في مونديال كأس العالم في قطر بما حدث في التاريخ من قيام المسلمين بفتح الأندلس ثم هزيمتهم في معركة بلاط الشهداء جنوب فرنسا، حيث شبهت ما حدث من انتصار المغرب على إسبانيا والبرتغال بما قام به المسلمون في الماضي من فتح الأندلس، وهو الآن يمثل إسبانيا والبرتغال. ثم شبهت هزيمة المغرب أمام فرنسا بما حدث بعد فتح الأندلس، حيث توجه المسلمون باتجاه جنوب فرنسا وهزموا في معركة بلاط الشهداء التي طبعا تسمى في التاريخ الإسلامي بلاط الشهداء، وتسمى في تاريخ أوروبا بمعركة بواتيه، حيث انهزم المسلمون في هذه المعركة جنوب باريس. طبعا يا إخوة، الغرب لا ينسى التاريخ ويربطه بالحاضر، فماذا عنا نحن المسلمون؟ هل نحن أصلا نسمع ونعرف عن هذه المعركة الفاصلة في التاريخ إلا القلة القليلة من المسلمين الذين يبحثون ويتعلمون ويدرسون التاريخ؟ هذه المعركة لولا هزيمة المسلمين فيها لأصبحت الآن أوروبا، أو يعني بعبارة أدق، مكان كبير من أوروبا أصبح ضمن الدولة الإسلامية، ولكن قدر الله وما شاء فعل.